جرب تحل التكامل ده دلوقتي وقول لي وصلت للإجابة ولا وقعت في الفخ. طيب عشان نبقى عارفين السؤال ده من المسائل اللي انا حاططها في الكاتيجوريز من الفيري هارد. واللي ما يعرفش، دول 4 كاتيجوريز انا عاملهم لمسائل النماذج الاسترشاديه. هتلاقوا البي دي افس بتاعتهم في جروب التليجرام، هسيب لكم اللينك في اول ديسكريبشن تحت. المهم ان المساله دي معموله ليه من الحاجات الفيري هارد، لان هي عشان تتحل محتاجه 3 خطوات اساسيه. حلو. اول خطوه ان انا هاجي هنا الكوزاين اكس والساين اكس دي على بعض، هستخدم اول حاجه الساين رول. الساين رول اللي بتقول ان ساين 2 اكس بتساوي 2 ساين اكس كوزاين اكس، وبالتالي ساين اكس كوزاين اكس هودي 2 الناحيه التانيه تبقى بهاف. حلو. فالمساله بتاعتي هتبقى اي باور اكس هاف ساين 2 اكس. تمام، حلو قوي. طيب ايه تاني حاجه هعملها؟ تاني خطوه هعملها دي اتحولت معايا لمساله انتجريشن مشهوره قوي كلنا عارفينها، واللي ما يعرفهاش يركز معايا في الحل بتاعها دلوقتي. ان انا عندي هنا e باور x exponential function multiplied في sin 2x، وهنا الساين ممكن تبقى ساين او كوزاين مش هتفرق. حلو. فالمساله اللي زي دي بتتحل بانك تابلاي الانتجريشن باي بارتس مرتين. طيب ازاي هنعمل كده يا مستر؟ تعالوا نبص. اولا انت عشان تعمل انتجريشن باي بارتس محتاج تحدد حاجتين، محتاج تطلع اليو ومحتاج تطلع الدي في. تمام جدا. طيب للي ما يعرفش، انا نزلت فيديو قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه برضو في اول كومنت تحت. الفيديو ده بيتكلم عن انك لما تيجي تعمل انتجريشن باي بارتس عموما على اي اساس تختار اليو، وعلى اي اساس تختار الدي في. هنختار اليو والدي في على اساس ايه؟ الرول دي كانت اسمها، للي ما يعرفش برضو، اسمها لايت رول. لايت رول دي من الاخر بتقول لك ان انت بتحاول تختار اليو من الترتيب من الشمال لليمين في اللايت رول دي، والدي في العكس من اليمين للشمال، هنا اليو وهنا الدي في. طيب ازاي؟ اليو انا هنا اللايت دي اختصار ال اختصار لوجاريتميك فانكشن. لو انت عندك لوجاريتميك فانكشن اختارها هي اليو. لو عندك انفرس تريجنومتريك دي اللي هي ساين انفرس وكوزاين انفرس، بس دي مش علينا او مش هتظهر معانا او مش موجوده معاكم في المنهج، فممكن نيجنورها. بس لو لقيتها برضو اختارها هي اللي انت تعملها ديفرنشيشن، بس انتوا ما خدتوش الديفرنشيشن بتاعها فعشان كده بقول ان هي مش عليكم. طيب تالت حاجه الالجبريك فانكشن. الالجبريك فانكشن هنا دي اللي هي عباره عن اكس سكويرد اكس باور 3، اي حاجه من دي تختارها. بعد الالجبريك فانكشن تختار التريجنومتريك فانكشن. التريجنومتريك فانكشن هي اللي تختارها على اساس ان هي تبقى اليو، والاكسبوننشال اخر حاجه تختارها لليو. طيب تعالوا نابلاي الكلام ده هنا. حلو. اليو دلوقتي انا ما عنديش لوجاريتميك، ما عنديش انفرس تريجنومتري ولا الجبريك فانكشن. اول حاجه قابلتني التريجنومتريك اللي هي ايه؟ ساين 2 اكس. ما ننساش طبعا الهاف معانا. طيب تعالوا ناخد الهاف مع الساين 2 اكس، يبقى اليو ايكوال هاف ساين 2 اكس، والدي في ايكوال اي باور اكس دي اكس. ما ننساش الدي اكس. طيب حلو. يبقى لما اجي اعمل دي يو اطلع الدي يو، هعمل ديريفاتيف لده الهاف ساين 2 اكس. ساين 2 اكس الديريفاتيف بتاعها كوزاين 2 اكس، و هالملتبلاي بره في ديريفاتيف الانجل اللي هي 2، فهاف يطلع معايا 1، وما انساش الدي اكس. طيب والفي هعمل انتجريشن للترم اللي فوق ده، فهتبقى انتجريشن اي باور اكس هي اي باور اكس. بس كده. طيب هابلاي انتجريشن باي بارتس، ده في ده ماينس ده في ده. طيب يبقى الانتجريشن بتاعي ده دلوقتي بقى ايكوال. طيب دلوقتي انا طلعت الفاليو بتاعتي، ادي طلعت ترم اهو، وظهر لي تاني اي انتجريشن اي باور اكس كوزاين 2 اكس، طبعا ما ننساش الدي اكس. طيب الانتجريشن التاني ده بقى هعمل فيه ايه؟ لو نلاحظ ان هو شبه الاولاني جدا اللي احنا طلعناه في الاول اللي هو هنا ده. حلو. ولكن الفرق او الاختلاف اللي ما بينهم ان انا عندي هنا كوزاين وعندي هنا ساين. طيب ايه اللي هعمله؟ هاخد ده اعمل له انتجريشن باي بارتس مره كمان. ايه اللي هيطلع معايا؟ طالما انا عملت هنا باي بارتس الساين طلعت كوزاين، هعمل نفس الكلام فالكوزاين هتطلع ساين، وبالتالي هيطلع معايا نفس الانتجريشن الاولاني، وهقدر احل المساله ساعتها. طيب تعالوا نشوف ازاي. طيب الخطوه الثالثه الانتجريشن باي بارتس المره الثانيه. طب هختار اليو والدي في بنفس التكنيك. هختار اليو
ايكوال كوزاين 2x التريجنومتريك. وعلى فكره هي هنا مش هتفرق قوي، لو انت عملت اليو الكوزاين او اليو هي الاي باور اكس مش هتفرق. ونفس الكلام هنا الدي في هتبقى ايكوال اللي باقي معايا هنا الاي باور اكس دي اكس. طيب تعالوا نعمل ديفرنشيشن لليو. الكوزاين تطلع نيجاتيف 2 ساين 2x، والفي هتطلع اي باور اكس. ده في ده ماينس ده في ده يطلع معايا، يبقى الانتجريشن بتاعي ده هيبقى ايكوال. تمام، حلو قوي. طيب انا هنا لو قدرت اخد بالي، او دي بقى تبقوا عارفينها جدا عشان حتى لو تبقى عارفها، عشان لو جات لك في الامتحان تبقى فاهم انت هتقابل ايه. لو انت فضلت تعمل انتجريشن باي بارتس، انت ممكن تعمل انتجريشن باي بارتس مره كمان ومره كمان ومره كمان، بس ساعتها مش هتوصل لحاجه. لكن هنا احنا عندنا زي ما قلنا ان الترم اللي طالع هنا او الانتجريشن اللي طالع هنا هو الانتجريشن الاصلي هنا. طيب تعالوا ناسيوم حاجه. تعالوا نقول مثلا ان الانتجريشن ده سميه يا عم دبليو، سميه اي حاجه. يبقى دبليو ايكوال، شيل بقى النيجاتيف 2 اي كوفيشنتس موجوده هنشيلها دلوقتي. حلو، فانا هنا هطير النيجاتيف 2، مش هطيرها عموما من المساله طبعا، انا مش بتاعتي ان انا اطيرها، لكن انا هاسيوم الحاجه اللي انا عايز اسيومها من غير الكوفيشنتس. فانا افترض ان الدبليو هتبقى ايكوال اي باور اكس ساين 2 اكس دي اكس. حلو. طيب انا ده الاسامبشن بتاعي. طيب كده انا هيبقى معايا، تعالوا نشوف الانتجريشن الاصلي اساسا في الاول خالص اللي هو ده. هنزله هنا، الهاف هطلعها بره، وده احنا سميناه اوميجا. يبقى هاف اوميجا او دبليو ايكوال، احنا عملنا انتجريشن باي بارتس مرتين. دي المره الاولى طلعت لي ده، والمره الثانيه طلعت لي ده، بس ده هعوضه مكان ده، وده ينزل زي ما هو. تمام. طيب تعالوا نعمل كده، تبقى هاف اي باور اكس ساين 2 اكس، بس دي مش باوميجا. ليه؟ لان انا، او مش بدبليو. ليه؟ لان انا الدبليو هي الانتجريشن بتاع اي باور اكس ساين 2 اكس دي اكس، مش باي باور اكس ساين 2 اكس، وما تغلطش الغلطه دي. فده ينزل زي ما هو ساين 2 اكس. حلو. ماينس، عندنا هنا ماينس، هاخد كل ده احطه في قوس جوه الماينس هنا. طيب هنا النيجاتيف مع النيجاتيف هتطيرها، هتبقى بوزيتيف ودي تروح. حلو. وهينزل لي، هحط قوس كده، هنزل نفس الكلام اي باور اكس كوزاين 2 اكس بلس ال2 تطلع بره، يبقى لنا الانتجريشن اي باور اكس ساين 2 اكس دي اكس اللي هو بدبليو. حلو قوي. تعالوا نوزع النيجاتيف على القوس، هتطلع معانا. حلو. هودي النيجاتيف 2 دبليو دي الناحيه الثانيه. احنا ليه بنحاول نطلع دبليو؟ لان دبليو ده هو الانتجريشن اللي معاصلك معانا، اللي هو كان موجود اصلا في المساله، اللي هو اي باور اكس هاف ساين 2 اكس. حلو. طيب هودي النيجاتيف 2 دبليو الناحيه الثانيه تبقى بلس، وعندي هنا هاف، يطلع معايا 2.5 دبليو. حلو. طب انا عايز احسب ايه؟ انا عايز احسب الدبليو بس، ولا عايز احسب هاف الدبليو؟ ليه؟ لان انا مساله عندي في الاول لو ناخد بالنا كان هو هنا عايز اي باور اكس ملتبلايد في كوزاين اكس ساين اكس، اللي هي طلعت معانا اصلا ب انتجريشن اي باور اكس هاف ساين 2 اكس. يبقى انا عايز هاف الاوميجا. حلو. طيب يبقى انا هنا اللي عايز اعمله ان انا اديفايد على 2.5 عشان اطيرها، وبعدين اضرب في هاف. حلو. يبقى انا هنا هديفايد على 2.5 وهضرب فوق في هاف. حلو. تطلع معايا لو خدنا 1 over 10 و e power x common factor يطلع معايا، وساعتها السوليوشن هيبقى هو نمبر يعني 1 over 10 e power x ده b و d، بعدين عندي sin 2x minus 2 cosine 2x اللي هي نمبر b.